ناوية ان شاء الله في نوفمبر اعمل وركشوب تكلم فيه على علاقتنا بامهاتنا، عشان الام هي العقده بتاعه الحياه بتاعه جميع بني ادمين الارض. ده لعدد قليل قوي من الناس، وهيتعمل في اسوان في لوكاندا حلوه قوي، ونتكلم في بر الوالدين وكل الحاجات دي اللي احنا محتاجين نفرغها من جسمنا، ليها دعوه بالعواطف القديمه اللي احنا شايلينها، اللي هي بتخلينا تقال مصدقين مش قادرين نطلع من الختم اللي اتختم فينا ده بالنار في جسمنا. فالحته دي محتاجه وجودي عشان نعرف نخلصها صح. انا بس عايزه اقول لكم انه في مشاعر كتير موجوده لبابا وماما، وفي كمان نيه للسماح وان احنا نسامحهم، لكن العواطف اللي احنا مزنوقين فيها محتاجين برضو نعرف نبص عليها، ومحتاجين نعرف نتعامل معاها. الحته دي صعب ان انا اعلمها لكم بفيديوهات. في فرق بين انا بعيط على حالي، وفي فرق بين انا بفرغ وجعي. الوجع بيخلص، العذاب لا ينتهي. فلو بعيط على نفسي صعبان عليا روحي، ده عذاب، ده ما بيخلص، بيغذي نفسه. الغضب اللي بيطلع بقى كمان برضو بالايه، ترد عليهم تشتمهم، بيجيبش نتائج خالص. مش هي دي السكه ولا هي دي الطريقه. هتقولي الطريقه ايه؟ هبتدي اشرحها تبعتولي مليون الف سؤال ملوش حل. فانا بقول لكم ابتدوا اسمحوا لنفسكم تقعدوا مع جسمكم وتحسوا جسمكم بيقول لكم ايه. ممكن تبعتوا اسئله بتقول انا جسمي لما بقعد معاه واحاول اتنفس واوعى بنفسي في اللحظه دي، في الحاضر دلوقتي، مش في القصه اللي في دماغي اللي انا متعلق بيها وعماله اقولها لنفسي طول الليل والنهار. لما اتفرج على التلفزيون بتاع القصه اللي في دماغي، انا في جسمي في اللحظه دي بحس بايه. ابعتوا ردوا لنا على السؤال ده.